اهلا وسهلا بكم الزوينات ديالي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في اتم صحه والعافيه ان شاء الله. دائما مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم الغزالات ديالي جبت لكم عصير للساهل وبسيط وكيوجد بسرعه لمائده الافطار ديالكم. شي حاجه غزاله البنات، عصير اللي زوين وغادي يعجبكم وغادي نتحمقوا عليه. كيف كتشوفوا معايا كيجي زوين بزاف بمكونات اللي سهله واقتصاديه، وكذلك تخرج لنا كميه كثيره. هذا هو العصير اللي غادي نقدم معكم اليوم بمكونات اللي متواجده عندك في البيت ديالك وديال هذا الموسم هذا. غادي تشوفوا معايا الختوريه ديال هذا العصير هذه كيفاش كتجي. شوفوا معايا القوام ديالو، كيجي غزال تماما، كيجي خاتر، والمذاق كيجي زوين بزاف. خليكم معايا اكتشفوا جميع المكونات وطريقه ديال التحضير. عصير اللي سهل وبسيط. بالنسبه للمكونات، عندي واحد جوج بنات اللي مقطعين كيف كتشوفوا معايا، وكذلك عندي واحد الكميه ديال الفريز اللي مغسول مزيان ومقطع دوائر. عندي واحد الطوبه ديال السكر، وكذلك عندي واحد نصف اطرو ديال الحليب ونصف معلقه ديال العسل اللي كتعطي واحد المذاق صراحه رائع في العصير ديالنا. وبالنسبه للفريز، الموسم ديالو اللي كيجي غزال البنات في العواصر كيجي رائع. غادي ندوز معكم باش نطحن معكم المكونات. خديت واحد خلاط كهربائي كيف كتشوفوا معايا، ضفت فيه الحليب وغادي نزيد عليه البنان، غادي نضيف عليه كذلك الفريز، وغادي نضيف عليه السكر، طويبه ديال السكر، وغادي نزيد عليه ديك نص معلقه ديال العسل. صافي غنخلط الكل مزيان في خلاط كهربائي، نخلطهم حتى كينسجموا ليا المكونات وطحن ليا مزيان داك الفريز مع البنان. صافي غادي نكمل الطحين ان شاء الله ونرجع معكم. وهانتوما الغزالات ديالي، غادي نخوي معكم العصير ديالي وغادي نشوفوا القوام ديالو. شوفوا معايا الخشور ديال البنات كيجي زوين وكيجي رائع بزاف بزاف. هذا هو العصير اللي قدمت معكم اليوم، عصير اللي سهل وبسيط توجدوه في البيت ديالكم، شي حاجه غزاله. بالنسبه لنا المراه المغربيه، اي بيت مغربي كيعرف يصيب العصير، علاش من نشاركوش مع المتتبعات ديالي الغزالات. شي حاجه سهله وبسيطه وكذلك في النكهه ديالها اللي جد رائعه. كنتمنى الزوينات ديالي انا الفيديو ديالي اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ودائما ما تبخلوش عليا من التعليقات ديالكم الزوينه اللي دائما كتشجعني وكتحفزني على المزيد. نتلاقاو ان شاء الله دائما مع فيديو جديد ووصفه جديده، دائما من شهوات خديجه الدكاليه. السلام عليكم، خليتكم على خير.